سلاح الهجان المصري من أقدم الأسلحة في الجيش المصري. السلاح اللي كان منوط ليه حراسة الحدود والشواطئ المصرية. أفراد السلاح كانوا بيجوا من قبيلتين، العبادة والبشارية من جنوب الصحراء الشرقية في محافظة البحر الأحمر. يشتهروا بالأمانة والصرامة وإطاعة الأوامر. كان سلاحهم فخر للجيش المصري وفخر للمصريين. بيعتمدوا في تنقلاتهم على الجمال، وبيعتمد عليهم الجيش المصري لأمانتهم وإطاعتهم للأوامر. وما كانش حد يقدر يهوب من ناحية الحدود أو المنطقة اللي يعرف إن فيها الهجانة. اتحول سلاح الهجانة لسلاح حرس الحدود، وكان آخر معسكر ليهم معروف كان في أول طريق السويس في الكيلو 4.5، المنطقة المعروفة باسمهم منطقة الهجانة. تحية وسلام لرجال الهجانة المصريين.